يا جدعان عيب، يا جدعان اللي النادي الاهلي بيعمله واللي الكابتن محمود الخطيب بيعمله هيولع البلد. يا كابتن محمود يا خطيب احنا بنحبك، انت قيمه وقامه، فخليك في الاهلي واداره الاهلي وبلاش تروح تعمل اعمال وسحر وشعوذه لنادي الزمالك عشان يخسر في افريقيا. الزمالك بيخسر من شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا في بدايه دور المجموعات على ارض وسط جمهوره بسبب النادي الاهلي وبسبب الكابتن محمود الخطيب. ايه الكلام ده؟ اقول لك ده مش كلامي والله، ده ما كلامي، ده كلام رئيس نادي الزمالك. تخيل ان العقليه اللي بتدير نادي الزمالك بتفكر وبتقول كده، وتخيل ان في ناس بتصدق كده. دخلنا في الحلقه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد صلاح في الكوره مع صلاح. الزمالك بيبدا مشواره في افريقيا بالخساره على ارض وسط جمهوره من شباب بلوزداد 1-0. تخيل بقى ما نطلعش مثلا بقى نشوف اللعيبه، ما نطلعش نشوف احنا مقصرين في ايه، لا نطلع نقول ان الكابتن محمود الخطيب وان عفاريت الكابتن محمود الخطيب هي اللي خسرت الزمالك من شباب بلوزداد. هو الاهلي فاضلنا؟ يعني بالمناسبه بس هو النادي الاهلي فاضلنا؟ النادي الاهلي عنده ماتش النهارده على برونزيه كاس العالم للانديه. فتخيل هو فضيلك الكابتن محمود الخطيب راجل لسه بيشوف هيكسب 2 مليون دولار ولا 2.5 مليون دولار من كاس العالم للانديه، وتروح انت تقول لي اصل الكابتن محمود الخطيب عامل سحر وشعوذه عشان الزمالك ما يكسبش في افريقيا. تخيلوا دي العقليه اللي بتدير نادي الزمالك. تخيلوا الزمالك بعد النكسه في الدوري وبعد النتائج السلبيه في الدوري، انا كان واحد من الجمهور عندي احساس ان اللعيبه هتصالحنا في افريقيا وهتكسب بقى وتعوض السنتين اللي فاتوا اللي الزمالك فيهم ودع افريقيا من دور المجموعات. كنا بنتعادل اول ماتش على ارضنا، فقلت بس اللعيبه بقى هتنزل وخلاص بقى عارفه ان هي ضيعت الدوري وخرجت من الكاس على يد بيراميدز وضيعت السوبر في بدايه الموسم قدام النادي الاهلي، فبس بقى لعيبه نادي الزمالك هتنزل تاكل النجيله، لعيبه نادي الزمالك هتنزل تكسب اقل ما فيها 3-4-0 فاللعيبه تخسر. بدل ما كنا بنتعادل وبنمسك الاله الحاسبه، خلاص مش هنحتاج الاله الحاسبه. ما انت بتخسر قدام منافس مباشر ليك على البطاقه. ما هو انت دلوقتي معاك في المجموعه الرابعه مين؟ معاك الترجي ومعاك شباب بلوزداد والزمالك والمريخ. فانت لما تخسر قدام شباب بلوزداد منافس مباشر ليك فهو 3 نقط وانت 0. انت كنت بتمسك الاله الحاسبه، انت متعادل اول ماتش فانت نقطه وهو نقطه، فانت لسه بتحسب فرصك وفرصه، لكن انت خلاص ما عندكش فرص من اول مباراه. الترجي النهارده هيواجه المريخ، هيكسب يبقى الترجي الاول، شباب بلوزداد الثاني، الزمالك الثالث. انت بقى تلعب على المريخ مين فيكم الحصاله. ما هو لو فضلنا ماشيين كده هي دي الحقيقه. في الوقت اللي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي زعلانين ان هم خسروا من ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه، في بعض الزملكاويه بتحفل على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي ان هو خسر من ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه. ادينا بنخسر على ارضنا ووسط جمهورنا من شباب بلوزداد، من فرقه لو لعبت غزل المحله تكسبها اقسم بالله، بس احنا ما عندناش لعيبه. وفي الفيديو ده دلوقتي هكلمك عن السبب الرئيسي والمباشر في اللي الزمالك وصل له دلوقتي. الزمالك وصل لكده بسبب ان الفرقه عماله تفضل من اللعيبه، وللاسف السمسره والعموله غلبت على مصلحه نادي الزمالك. يعني دلوقتي اللي ماسكين نادي الزمالك والمسؤولين عن امور مهمه في نادي الزمالك ما يهمهمش مصلحه نادي الزمالك بالارقام، يهمهم مصالحهم هم الشخصيه. الزمالك بعد ايقافه من القتل فترتين عمل 10 صفقات، عوض بقى الفرقه ب10 صفقات. ما احنا بقالنا فترتين موقوفين عن القيد، بالاضافه لرحيل بعض اللعيبه اللي كانت شايله الزمالك فعلا، امثال بن شرقي وامثال فرجاني ساسي وامثال مصطفى محمد وطارق حامد وابو جبل. فتخيل بقى الزمالك عوضهم بمين؟ بعمر جابر وعمرو السيسي واسلام واسمه ايه؟ اسمه اسلام ولا اسمه ايه؟ والله ما فاكر اسمه. مصطفى شلبي. اسلام مين؟ ما اعرفش، قلت اسلام. مصطفى شلبي. فتخيل الزمالك بقى يعوض الصفقات دي، تخيل الزمالك يعوض بن شرقي وفرجاني ساسي ومصطفى محمد وطارق حامد بزكريا الوردي وعمر جابر وعمرو السيسي ومصطفى شلبي، وعايز نكسب. طب ازاي؟ بذمتك ازاي والله؟ يعني انت ما صعدتش من دور المجموعات وانت كان معاك بن شرقي وفرجاني ساسي ومصطفى محمد، ما صعدتش من دور المجموعات. مش هقول لك ما كسبتش افريقيا، ما صعدتش من دور المجموعات. فانت دلوقتي عايز تصعد بعد ما رحل كل دول، بالاضافه الى امام عاشور وبالاضافه الى انك فشلت في تدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي. هتقول لي لا انت ظالم الراجل، ما الراجل دعم، الراجل عمل 3 صفقات. حلو، هما فين ال3 صفقات؟ ما تقيدوش ال3 صفقات. عارف ليه؟ لانك مستني لاخر نص ساعه. محدش بيتكلم في الكلام ده ومحدش عنده الجرأه يقول الكلام ده.
انت مستني لاخر نص ساعه عشان القيد يقفل، فتروح انت اتحاد الكوره بالمصور اللي معاك بالكاميرا ويلا يا سياده المستشار ادخل صور يا ابني. ايه ده؟ انقلب السحر على السحر، مش هيتأيدوا ليه؟ قال لك عشان انت كان عندك مديونيه وما سويتش المديونيه. طب اسوي المديونيه ازاي وانا عندي حجز على ارصده؟ مش مشكلتنا بقى احنا كاتحاد كوره، مش مشكلتي والله انك عندك حجز على ارصده، مش مشكلتي انك مستني لاخر نص ساعه، مشكلتك انت. مشكلتك انت انك سمحت برحيل امام عاشور ومعرفتش تعوضه. طب على الاقل لو انت زي ما انت بتقول ان امام عاشور هيرحل او من حقه الرحيل في يناير القادم فري، طب كنت خليه الميركاتو الصيفي، خليه للصيف عشان تستفيد فيه في افريقيا، لان تستفيد باللاعب في افريقيا وفي النهايه ممكن تمشيه في الصيف قبل يناير برضه تستفيد منه ماديا. لكن انت فاشل، انت وولادك فاشلين في اداره نادي الزمالك، ومن فشل لفشل وللاسف محدش بيتكلم. بيطلعوا على القناه اللي المفروض اسمها قناه الزمالك يطبلوا لك، يطلعوا يمجدوا فيك، وده اللي انت بتحبه بالمناسبه. ده اللي انت بتحبه، ده اللي انت قلت للجمهور ما بين السطور. هو انتوا ازاي ترفعوا صوره فيريرا في المدرجات اللي جاب بطولتين دوري وكاس وانا جايب 40 بطوله وما رفعتوش صورتي؟ ولا ازاي ما ترفعوش صورتي؟ انا اللي استحق ان صورتي تترفع. طول ما انت بتقول انا وطول ما انت عايز الجمهور يمجد فيك عمرك ما هتبقى ناجح. اتعلم من الاهلي، اتعلم من الكابتن محمود الخطيب. شوف الاهلي بيعمل ايه النهارده. الاهلي النهارده رايح يلعب على برونزيه كاس العالم للانديه. النادي الاهلي النهارده بيفكر هيكسب 2 مليون دولار ولا هيكسب 2.5 مليون دولار، وانا قاعد حاطط ايدي على جنبي وعمال اقول حجز على قصيده النادي، وعمال اقول اللعيبه بتفضى، وعمال اقول اصل الجن والسحر والشعوذه. طب ما انا لو فضلت كده هفضل فاشل، وللاسف ده اللي الزمالك فيه. ما احنا فاشلين دلوقتي. الزمالك في الدوري اصبح في المركز السادس رسميا. الزمالك في الدوري في المركز السادس بعد فوز المقاولون على غزل المحله. هتقول لي ثانيه واحده يا كابتن ما هم لاعبين اكتر من الزمالك، يعني المقاولين والاتحاد لاعبين اكتر من الزمالك ماتش. هقول لك يعني انت كزمالك لو رحت لعبت الماتش ده هتكسبه. انت عارف انت هتقابل مين الماتش اللي جاي؟ هتقابل سموحه. هتكسب سموحه؟ ده انت خسران من فاركو وخسران من الاهلي وخسران من غزل المحله وخسران من اسوان ومتعادل مع الاتحاد ومتعادل مع الداخليه ومتعادل مع المصري ومتعادل مع انبي. تخيل كل دي نتائج الزمالك في الدوري السنه دي، وتسال ليه الزمالك واقع؟ طبيعي ان الزمالك يقع يا جدع. انت كان عندك بن شرقي وفرجاني ساسي، عوضتهم بمين؟ عوضتهم بمصطفى شلبي وعوضتهم بعمرو السيسي، وعايز الزمالك تقوم له قومه يا باشا. خلاص، طول ما المصلحه مصلحه افراد مش مصلحه الكيان، عمر الكيان ما هتقوم له قومه. طول ما المصلحه، وباكدها وبقولها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين ومية، طول ما المصلحه مصلحه افراد عمر الزمالك وعمر الكيان ما هيتصلح حاله. يوم ما تبقى المصلحه مصلحه الكيان هيبدا الزمالك يقوم تاني. وخد بالك ان الزمالك راجع للخلف وراجع بسرعه الصاروخ. فاكر الزمالك 2005؟ راجعين للزمالك 2005 تاني. راجعين للزمالك 2005 تاني، بس الفرق بقى المره دي ان الزمالك فيه رئيس نادي وفيه رئيس جمعيه عموميه وفيه لعيبه. هي فين اللعيبه؟ اللعيبه الكسر، لعيبه السمسره، اللعيبه اللي جايه داخله النادي تاني عشان مصالح شخصيه مع افراد معينه جم النادي تاني. يعني تقدر تقول لي كده وتقنعني ايه فايده نادي الزمالك في عوده عمر جابر؟ مصطفى الزناري المدافع ده كان هو افضل ولا بقاء محمود علاء افضل؟ يعني انت كان عندك مدافع دولي، مدافع اسمه مدافع نادي الزمالك على مدار اخر 5 سنين، كان عنده مشاكل نفسيه وضغوط نفسيه بسبب مباراه النادي الاهلي في نهائي القرن، لكن في النهايه لو جيت تقارن بين محمود علاء والزناري وانت مغمض محمود علاء، لا انت مشيت محمود علاء للاتحاد اعاره من غير فلوس، ولما طلبته انه يرجع اتقال لك امك في القشه ولا طارت. سوري والله بس هي كده. يعني استاذ محمد مصلحي قال له لا ارجع ايه في نهايه الموسم، في نهايه مين اللي يرجع؟ كان محمود علاء رايح الاتحاد علشان لما مروان عطيه ينتقل من الاتحاد ينتقل للزمالك. اهو مروان عطيه في الاهلي ومحمود علاء في الاتحاد، وترجع تقول لي الزمالك واقع عليه؟ طب بذمتك ده مش فشل؟ ده انا بديك امثله. لو انت لسه بتتابع معايا الفيديو ولسه عايز تعرف المشكله فين فدي امثله. ده نموذج محمود علاء والزناري. الونش بقى لما اتصاب بانت الكوارث الدفاعيه، بانت المشكله اللي عند نادي الزمالك. في النهايه انت ما عرفتش تعوض لا في الدفاع ولا في خط الوسط
ولا في الناحيه الهجوميه. انت رحت جبت لي سامسون ايكينولا، سامسون اللي فاصل شحن، سامسون، وابراهيم نضاي الشهيد، وزكريا الوردي اللي رحل عن النادي وقال لك ظروفه النفسيه لا تسمح وصحته النفسيه، والراجل تاثر بعد خساره الزمالك امام الاهلي في السوبر المصري بسبب غلطه زكريا الوردي. رحت جبت عمرو السيسي، رحت جبت عمر جابر، رحت جبت دونجا، رحت جبت اسمه ايه ده مصطفى شلبي. كل دي صفقات، كل دي لعيبه بتاخد فلوس، بس اللعيبه ما تليقش باسم نادي الزمالك ولا بتشيرت نادي الزمالك. دي مش لعيبه بطولات، مش دي اللعيبه اللي هتساعد الزمالك في المنافسه على افريقيا، مش هي دي اللعيبه اللي هتشيل الاميره السمراء، ومش هي دي اللعيبه اللي هتجيب للزمالك البطوله الغائبه من 21 سنه. مش هي دي اللعيبه، دي لعيبه جايه النادي عشان مصالح شخصيه وعشان سماسره معينين بعينهم بيفيدوا نادي الزمالك وبيستفيدوا من نادي الزمالك. ففي النهايه مش مهم نادي الزمالك بقى اللعيبه دي هتأدي ولا مش هتأدي، مش مهم اللعيبه دي صف اول وهتنافس على البطولات ولا مش مهم، المهم ان الصفقه تمت والعموله في جيبنا، مش كده ولا ايه؟ هو ده سبب نكبه نادي الزمالك. وفي النهايه بقى اتمنى من كل قلبي توفيق النادي الاهلي ان شاء الله اليوم في مباراته ضد فلامينجو والفوز ببرونزيه كاس العالم للانديه للمره الثالثه على التوالي. زي ما انا كده بتمنى ان في يوم من الايام اشوف الزمالك بيلعب في كاس العالم للانديه. قولي لا والله، لما ربنا يكرمنا برئيس نادي يكون مصلحته مصلحه الكيان، اكيد في يوم من الايام ان شاء الله الزمالك هيفوز بافريقيا وهيوصل كاس العالم للانديه. بس انتوا قولوا يا رب. لو وصلت لنا في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا مسؤول عن كل كلمه قلتها في الفيديو، ودي وجهه نظري، في النهايه دي وجهه نظري، قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه. اتمنى اسمع وجهه نظرك في الكومنتات او في التعليقات، واتمنى لو لسه ما عملتش اشتراك في القناه تعمل اشتراك في القناه. وبس كده، والسلام عليكم.